توافق ولا ما توافق؟ قال أوافق. قلت له طيب إيش رأيك، أنا عندي لك وصفة 40 يوم بس عناية مركزة هنا داخل المملكة، إذا تلتزم فيها بجد واجتهاد وصدق مع الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يشفيك. قال لي طيب، وكلم معاه مرافق زي السكرتير أو السواق أو الخادم، يعني شاب من جنسية عربية. قال له سجل عندك في الجوال. قال لي تسمح لي أسجل صوت يعني؟ قلت له لا بلاش، يسجل في الجوال. فقلت له في شيء أساس وفي تفصيل. قال لي طيب، فأنا حذكر لكم إياه على عجالة. فقلت له ال5 صلوات كلها في المسجد مع تكبيرة الإحرام. قلت له شوف، لو فاتتك تكبيرة الإحرام في اليوم ال17 حتعيد 40 يوم جديدة. قال لي دي الدرجة؟ قلت له نعم، وصفة، هذه وصفة. قلت له مو مشكلة، ممكن تفوتك، لكن أنا أقول لك لو فاتتك حتعيد 40 يوم جديدة. قال لي طيب. قلت له فهذا الأساس. قلت له بعدين حاعطيك اللي هي الخلطة اللي برضو لابد أن تستمر عليها، إن فاتك منها شيء عد يعني ما أضمن لك النتيجة، لكن إن شاء الله أنت إلى خير. قال لي قول، وهذاك يسجل. قلت له حتقوم حتنام بعد العشاء؟ قال له سجل. قلت له حتستغفر الله بالأسحار 70 مرة إلى 100 مرة؟ قال لي تمام. قلت له حتصلي الفجر في المسجد؟ قال لي نعم. قلت له حتجلس في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تشرق الشمس؟ قال لي طيب. قلت له دخان ممنوع، لو ولعت سيجارة واحدة ما أضمن لك النتيجة ترى، إلا أن يتغمدك الله برحمة منه وفضل، هذا موضوع ثاني أنا ما أتدخل فيه. قال لي طيب. قلت له السنن الرواتب كلها، صلاة الضحى، صلاة الوتر، سنة الفجر، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل الظهر، بعد الظهر، قبل، وهكذا. قال لي طيب. قلت له في 40 يوم حتقرأ القرآن ختمة واحدة، ختمة تدبرية، قراءة تدبرية. قال لي حاضر. قلت له عندك 5 صلوات تقدر تدخل المسجد قبل الأذان وبعد الأذان، يعني في اليوم الواحد أقل من جزء. قال لي طيب. قلت له حتعمل عمرة مرة واحدة في 40 يوم، وإن سمح لك النظام حتعمل 3 إلى 4 عمرات، وإذا ما تعرف تعتمر عمرة صحيحة كلمني أنا أدلك وأرشدك. قال لي طيب. وحقيقة وصيته بوصايا كثير. قلت له حتروح تعمل تحاليل طبية ونقرأ التحاليل، تحاليل كاملة شاملة من وإلى. قال لي طيب. قلت له حتعمل حجامة. قال لي طيب. قلت له حتتبرع بالدم. قال لي طيب، وهذاك يسجل. قلت له هذه وصفة تستقيم عليها لأنه حتابع معك. قال لي كذا أنا حاعتزل الناس. قلت له لا، ما حتعتزل الناس، تأكد حيجيك كل شيء لين عندك. قلت له بين الصلوات من بعد الفجر إلى الظهر، ومن بعد الظهر إلى العصر، ومن بعد العصر إلى المغرب، ومن بعد المغرب إلى العشاء حنسوي برنامج لشؤونك وحياتك الدنيوية، جميع أمورك وأشغالك ومتعلقاتك المتراكمة ومذكراتك اللي أنت ما أنت قادر تنجزها. قال لي عندي أشياء كثير ماني قادر أنجزها، عايش شتات. قلت له الآن الشتات بإذن الله الله سبحانه وتعالى يلم ويجبر. فقلت له هذا الدفتر اللي قلت لك تشتريه حنقسم، حنكتب في كل صفحة اليوم من أيام الأسبوع إيش هو، السبت، الأحد، الاثنين، ونكتب التاريخ هجري وميلادي، وحنبدأ بين الصلوات نضع أمورك الدنيوية اللي أنت تبغى تنجزها، اللي أنت تقول عندك متراكمة، مش تقول ما أنت قادر تنجز من الشتات اللي أنت تعيشه. الآن نحن حنقسم. قلت له أنا أبغاك تعمل في اليوم الواحد اللي هو ليل ونهار، أبغاك تعمل 3 إنجازات بس، حتى لو كانت صغيرة، شيء لنفسك، شيء لبيتك، شيء لزوجتك، شيء لأبنائك، شيء لسياراتك، شيء لكله. قلت له بطاقة أحوالك معك؟ قال لي ضايعة. قلت له حنسجلها. جوازك السفر مجدد؟ قال لي على وشك انتهي. قلت له حنجدده. سياراتك ايش وضعها؟ قال لي والله عندي 3 سيارات، اللي استمارتها منتهية واللي فحصها ما هو فيه. قلت له حتنجزها بنفسك ابغى اشغله. قلت له كلها هذه في 40 يوم حنجدولها، حنوزع شيء هنا وشيء هنا وشيء هنا، شيء بين الفجر والظهر، شيء بين الظهر والعصر، وهكذا. فحقيقة ما أخفيكم يعني اتصل علي بعد يمكن في 10 يوم. قلت له وحيجيك الشيطان ترى وهي قاسية. قلت له برنامج قاسي، وحتتعب في البداية، وحتئن وحتتضايق، وانت انسان مبتلى، لكن ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى انه يعني بصدق التوجه انه الله سبحانه وتعالى يطهر قلبك ويزكي نفسك، وتاكد باذن الله عز وجل فيها الشفاء. قال لي نعم. وعلى سيره الشفاء قلت له حتشتري 3 4 انواع عسل. قلت له لان القران شفاء والعسل شفاء، هذين الشفاءين او هذان الشفاءان هم اللذان ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي الكتاب العزيز، ذكر بأن القرآن شفاء وأن العسل شفاء. حتشتري 3 4 أنواع عسل،
شيء حتاكله أكل وشيء حتمزجه بالماء، لأنه قال يخرج من وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فقالوا لا يكون العسل شرابا إلا إذا مزج بسائل. لا يكون العسل شرابا، هكذا بعضهم ذكروا، إلا إذا مزج بسائل. فقلت له شيء حتاكله وشيء حتمزجه بالماء وتشربه. ضروري في خلال 40 يوم هذه يكون عندك القرآن، قلنا ختمة واحدة في 40 يوم، وقلنا العسل بأنواعه إن شاء الله عشان الله سبحانه وتعالى يجعل لك الشفاء. فحقيقة في 10 أيام، في حدود 10 أيام تقريبا اتصل علي قال لي بيدعي لي ويشكرني، قال لي والله العظيم، قال لي أنا ترى الفجر ما أصلي إلا في رمضان، ترى صلاة الفجر أنا ما أشهدها إلا في رمضان، أو في النادر لما أكون مواصل يعني أصليها في البيت، يعني ما عندي اهتمام إني أنا أصلي في المسجد، ماني حريص. فقال لي شوف سبحان الله، مش ربنا يقول وأشرقت الأرض بنور ربها؟ قلت له أيوه. قال لي أنا أشرق قلبي ونفسي بهذا البرنامج وبهذا النظام. قال لي كل شيء لقيته جالي الحل، كان عندي اكتئابات راحت، كان عندي وساوس، كانت عندي حالات نفسية، كان وكان وكان وكان. فالحقيقة أحباب الكرام، يعني نبدأ بما يعني نختم بما بدأنا، هو أن الإنسان لابد أن يكون عنده هدف في هذه الحياة. والإنسان عندما يطيع الله سبحانه وتعالى ويكون مع الله سبحانه وتعالى وتكون معية الله سبحانه وتعالى معه، يعني هذا لا يعني أنه أنت ينقص شيء عندك من أشياء الدنيا، بالعكس كل شيء يتذلل لك، والقريب يصير بعيد، والصعب يصير ذليل، والعسير يصير سهل، كله بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلما الإنسان يتحلى بهذه الصفات العالمية التي طلبها الله سبحانه وتعالى وأمر بها العباد، فيا أخي ما بالك لما تكون معية الله سبحانه وتعالى معك؟ يعني هذا شيء كبير وعظيم. والحديث حقيقة معكم ذو شجون وشؤون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. اللهم يا ربي طهر قلوبنا وزكي نفوسنا، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وولي عهده الأمين، وقيض لهم البطانة الصالحة. جزا الله الشيخ عبد المحسن بن صالح الراجحي وأبنائه الكرام حبايبنا نايف وعبد الملك. اللهم اغفر لوالده الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على النبي النذير وآله الطيبين الطاهرين.